كاين واحد النوع ديال الخيانة ما كيقتلش الحب، كيقتل العقل وطريقة التفكير. وكاين واحد النوع ديال الحسد كيخلي الانسان يضيع حياته بيديه، وهو ديما كيصحاب راسو مظلوم. هاد القصة وقعت في مراكش، واحد الحي مكالمي وبعيد على الصداع. بطل القصة سميتو امين، كان عنده 34 عام، خدام في شركة ديال البني، مكالمي وحشومي، ومن النوع اللي كيخدم على دارهم بلا مقابل. مزوج بسنة من 7 سنين، والناس كاملين كانوا كيشوفوهم وكيقولوا عليهم بلي راهما احسن زوجين في الحومة. لكن الناس ديما كيشوفوا غير الواجهة، اما الداخل فكان عامر التشققات. كانت سنة زوينة بزاف ومقبولة. هادشي كان ديما كيخلق المشاكل، اي بلاصة كيمشيو ليها الرجال كيبقاو كيشوفوا فيها. وامين بالرغم انه كان كيحاول يبان عادي قدامها، ولكن الداخل ديالو كان كيغلي. الغيرة كانت كتاكلو بشوية بشوية، خصوصا بعد ما تاخر عليهم الحمل. الحومه بدات كتهضر عليهم، والناس عرفتوها ما كترحمش. يمكن فيها شي حاجه، يمكن ما كتولدش، يمكن هو اللي ما كيولدش، يمكن محسودين، يمكن مديور ليهم سحور. وهنا بدا السم يدخل لحياتهم. سنة كانت عندها واحد الصديقه قديمه سميتها هاجر، لكن الحقيقه انها هاجر ما كانتش كتبغيها، كانت كتحسدها من صغرها. سنة كانت مقبوله وزوينه، ودابا ملي كبرات سنة تزوجات وعايشة مزيانة. أما هاجر فحياتها كانت كلها فشل على فشل. نهار زارتهم في الدار بقات غير كتشوف كلشي بعينيها، الصالون مقاد، الكالم، الطريقة ديال أمين كيفاش كيهضر معاها. وسط الضحك ديالهم هاجر قالت واحد الجملة صغيرة: الله يعطيني غير ربع الزهر ديالك. سنة ضحكات، ولكن بعض الكلمات ما كتكونش بريئة، كيكون موراها حسد كبير. بعدها بأيام تبدلت الأمور في الدار. أمين بدا كيتعصب بالزربة، سنة بدات تحس بلي راجلها تبدل عليها، حيت أي تأخير صغير إلا وكيتخلق من وراه مشكل. أي مكالمة ولات كتخليه يشك، حتى ولا كاع كيقلب ليها تليفونها وهي ناعسة. مرة في الليل سنة فاقت لقاتو جالس في الصالة بوحدو وطافي عليه الضو. سولاتو قالت ليه مالك؟ جاوبها: واش كتبغيني بصح سنة؟ ضحكات وقالت ليه هاد السؤال هاد، لكن هو ما ضحكش، وكان كيشوفها بواحد الطريقة غريبة، بحال كان كيقلب على شي خيانة مخبية عليه. الايام دازو والشك كبر كتر. واحد النهار لقى في الصاك ديالها واحد الخاتم كحل ما شافوش من قبل. شد الخاتم وسولها: شكون عطالك؟ وعند بالو بلي راه عطا ليها شي واحد، شي صديق ديالها. سنة تفاجأت، قالت ليه هاجر اللي عطاتو ليا باش نديرو في يدي. لكن امين حس بشي حاجه خايبه مورا ديك الهضره. من داك النهار ولا كيحلم بكوابيس، ولا كيشوف سنة مع واحد الراجل مجهول، ولا كيشوف الدم، ولا كيشوف الخاتم الكحل فوق الطبله ديال بيتهم. النفسيه ديالو بدات كتضعف، حتى الخدمه ديالو تاثرات. واحد المره رجع بكري للدار ولقى سنة كتهضر في التليفون ومع شافتو وهي تحبس الهضره. هنا انفجر الشك اللي كان فيه: مع من كنتي كتهضري؟ مع هاجر. انتي كدابه، ما كنتيش كتهضري مع هاجر. الشك غلب عليه، دفع الطابله بيديه حتى طاحت. سنة بدات كتبكي: راك تبدلتي، مالك ياك لاباس؟ لكن هو مبقاش كيسمع لتا كلمه، حيت الشك اللي ولا فيه ولا وحش كبير. واحد النهار مشى عند واحد الفقيه معروف خارج المدينه، راجل كبير في السن تما، ساكن في واحد الدار قديمه وسط الخلا. ملي دخل عنده الفقيه شاف فيه وقال ليه: غيرك كتاكل في قلبك. امين تصدم، جلس قدامه وبدا يعاود ليه كلشي. الفقيه سكت شويه ومن بعد قال: كاينه مرا باغيه تخسر دارك. امين مباشره فكر في الراجل المجهول، لكن الفقيه كمل: السحر داخل من شي وحده قريبه. خرج ليه واحد الحرس صغير وقال ليه: خبيه في الدار وغادي تبان الحقيقه. ومن هنا بدات الكارثه. منين خبى الحرس في الدار جود تبدل. سنة بدات كتفيق مرعوبه، كتقول كتشوف شي خيال في البيت. الضوا ولاو كيطفاو ويشعلوها بوحدهم، ريحه البخور كتخرج بلا سبب. وامين زاد اقتنع بلي كاين شي سحر وخيانه في الدار. مره في الليل فاق على الصوت ديال سنة كتهضر وهي ناعسه، كانت كتقول:
اسمح لي، ما كانش خاصني. هادو هما الكلمات اللي سمع. هنا صافي العقل ديال امين مشى، بدا كيخيل ليه بلي صافي هداك هو الاعتراف اللي كان كيتسنى. الصباح واجهها، لكن سنة ما فهمت والو. قالت ليه راك مريض بالشك. الكلمة ضراتو بزاف. مريض؟ هنا بدا العنف، العيا، الصداع، المشاكل اليومية. الحب اللي كان بيناتهم ولا خوف وشك. اما هاجر فكانت كتشوف كلشي من بعيد وكتفرح. كتفرح ملي كتشوفهم خاسمين، او ملي كتسانا كتعاود ليها المشاكل اللي ولاو بينها وبين راجلها. حيت فعلا كانت مشات عند واحد المشعوذة ماشي باش تقتلهم، غير باش تخسر ليهم الراحة. لكن بعد الشهور ملي كتبدا ما كتبقاش تحت السيطرة. نهار العيد جمعات العائلة كاملة في الدار وسط الضحك. واحد الخال قال لسنة واش مازال ما عندكمش الدراري؟ سنة بدات كتبكي ما قدرتش تحبس الدموع ديالها. امين حس بالاهانة، خرج من الدار معصب، وفي الليل سكر وشرب بزاف. رجع للبيت وهو فاقد السيطرة، ما عارفش اش كيدير. لقى سنة كتسنى فيه، قالت لي خاصنا نوقفوا هاد الجحيم وهاد المشاكل اللي ولينا كنعيشوا فيها يوميا. لكن هو سمع غير كلمة نوقفوا، حس باللي غادي تخليه. بدا كيغوت، هي بدات كتبكي. قالت ليه انا باقي كنبغيك. ولكن هو شدت الغضب ديالو ومع سكران شدها من يديها بعنف، دفعاتو باش تبعدو. طاحت الطبلة والخاتم الكحل تزلق فوق الارض. امين مع شافو وفي وسط داك الجنون اللي كانوا شادينو حس بلي هاد الخاتم هو سبب كلشي. شدوه معاه بيرميه. كانت سنة واقفة موراه، الخاتم ضربها في العين ديالها، طاحت للخلف وضربات راسها في الرخام. امين سكت، بقى واقف كيشوف. النفس ديالو تقطع. قرب ليها، عيط عليها سنة، ما جاوباتوش. حركها، بدا كيغوت، نزلوا ليه الدموع، بدا كيبكي. لكن كان فات الوقت. في اللحظة اللي وصلت فيها الإسعاف كانت ماتت، ومن بعد أيام الحقيقة خرجت كاملة. حيث المكالمة اللي كان كيشك فيها كانت غير مع واحد الطبيبة ديال علاج العقم. الرسائل اللي كانت كتمسح كانت غير مفاجأة كانت كتوجدها ليه لعيد ميلادو. أما الخاتم الكحل كان غير هدية رخيصة من هاجر. لكن المشعوذة اللي مشات عند هاجر اعترفت باللي دارت ليهم عمل ديال التفريق. الشرطة ضحكت على الموضوع، لكن امين ما ضحكش، حيت كان عارف بلي السحر حقيقي. تحكم على امين بسنين طويلة في الحبس، ولكن كان عنده واحد العقاب اخر كان كيبدا في الليل. كل ليلة كان كيشوف سنة واقفة حدا الباب، لابسة واحد البيجامة بيضاء وعينيها فيها الدم. كتشوف فيه بلا كلام بلا هضرة، غير واحد الحزن عميق. ملي كيقرب منها كتغبر، حتى ولا كيخاف مسكين ينعس. وكل ليلة كيرجع يسمع آخر جملة قالتها ليه: أنا باقي كنبغيك.